لما كنت في اعدادي كانت حالتي صعبه جدا، كنت بذاكر عدد ساعات كبيره جدا، ولكن بعد كده في المقابل ما بلاقيش اي درجات. الدرجات دي كانت بتبقى وحشه، وبحس ان انا كل ما ببذل مجهود اكتر كل ما درجاتي بتبقى اسوأ. وبعد كده بدات ان انا بقى ابص على الناس اللي حواليا، زمايلي اللي حواليا، بلاقيهم ان هم بيذاكروا عدد ساعات اقل ولكن في نفس الوقت درجاتهم اعلى مني. اللي هو دايما الواحد بقى يبدا يقول طب اشمعنى، طب انا بعمل ايه، طب هو في ايه ليه انا درجاتي مش كويسه. ولكن بدات ان انا اطلع من الزون دي، من زون ان انا بقارن نفسي بكل اللي حواليا، وبدات ان انا ادخل في ازاي اكون احسن. وبدات ان انا اقرا كتب، وبدات ان انا اشوف مقالات، وبدات ان انا اسمع فيديوهات كتير على اليوتيوب اذا كان لاجانب او العرب. بدات اسال الناس نفسها انتوا بتعملوا ايه بالظبط علشان درجاتكم تبقى اعلى. فبدات ان انا اطبق الحاجات دي لغايه ما الحمد لله في ثانويه عامه درجاتي بدات ترتفع، لغايه ما وصلت الحمد لله لثالثه ثانوي وجبت 97.7%. فايه اللي انا عملته وازاي وصلت لكده؟ كل ده انا هقوله لكم في الفيديو ده. فلو انتم مهتمين بالموضوع ده تابعوا الفيديو للاخر علشان تستفادوا من كل نقطه انا هقولها في الفيديو ده. اول حاجه هتكلم عنها واللي هي تعتبر اصلا حاجه مالناش ايدين فيها قوي، هي موضوع الوراثه والتربيه. غالبا وفي اغلب الوقت ده بيحصل لما بلاقي اب وام من كليه معينه، غالبا الاولاد بيكونوا من نفس الكليه. يعني مثلا الدكاتره عيالهم دكاتره، المهندسين عيالهم مهندسين وكده. ولما بيكونوا الاب والام كانوا شطار لما كانوا بيدرسوا برضو درجاتهم عاليه، بتلاقي ان غالبا الاولاد هتلاقيهم نفس الوضع، لان الذكاء زيه زي اي صفه تاني ممكن يتورث عادي. ولكن مش معنى طبعا ان لازم عشان دكتور يبقى عياله دكاتره، او عشان شخص مش متعلم او تعليمه قليل يبقى عياله ما يكونوا زيه. بنشوف طبعا امثله زي كده كتير، ان بيكون مثلا الاب مش متعلم اساسا ولكن يلاقي ان عياله كلهم كليات وتعلموا وكملوا تعليمهم للنهايه. في نفس الوقت ممكن نلاقي دكاتره وعيالهم تعليمهم مش احسن حاجه. فالوراثه ليها عامل كبير جدا في الموضوع، ولكن التربيه ليها عامل اهم في الموضوع ده. بمعنى انك لو مثلا اتولدوا اتنين، واحد ذكائه عالي والتاني ذكائه قليل، ولكن الذكاء عالي ده امه اهملته او اهله اهملوه، ما اهتموش بتعليمه وما كانوش بيهتموا باي مهاره من مهاراته، فبالتالي لما هيكبر هيبقى مالوش في التعليم، ما بيعرفش يذاكر، مخه مش بيقدر ان هو يستوعب معلومات. ولكن شخص تاني يمكن ذكائه كان قليل ولكن اهله مسكوه من هو وصغير، وبدأ ان هم يعلموه، وبدأ ان هم يهتموا بالموضوع التعليم، فبالتالي هيبقى ذكائه هيفضل يزيد ويزيد ويزيد. وطبعا الخلايا العصبيه بتاعته هتبقى اقوى وهتترابط اكتر، فبالتالي هيقدر يخزن معلومات اكتر، ولما يكبر هيبقى اذكى بكتير. يعني في حاجات كتير جدا ممكن نتوارثها، ولكن بسبب عدم الاهتمام بيها بتموت وبتدفن، ولا كأن كان عندك اي حاجه من الحاجات دي. طيب يا ستي، طب انا للاسف ولا عندي ده ولا عندي ده. اهلي ما كانوش بيهتموا بيا وانا صغير، واكيد مش هعرف ان انا اقول لهم وانا صغير ان هم يهتموا بيا، وكمان ما ورثتش اي نسب ذكاء من اي حد. فهل معنى كده خلاص بقى انا ادفن نفسي بالحياه ومش هنفع في دراسه تاني وانا فشلت؟ طبعا اكيد لا. خلينا ندخل بقى على الحاجات العمليه اللي تقدروا انكم تعملوها، وهي الحاجات اللي انا طبقتها ونفعتني بشكل كبير جدا وساعدتني ان انا اكون احسن واحسن. قبل ما نكمل خليني اعرفكم على نفسي واسلم عليكم واقول لكم ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ انا مروه محمد، بقدم فيديوهات نصايح للطلبه وازاي ان احنا نكون اشخاص افضل، وطبعا كلنا بنساعد بعض. عايزين تنضموا لعيلتنا، كل اللي عليكم تعملوه هو انكم تعملوا سبسكرايب، وكمان تعملوا لي لايك، لان ده بجد يا جماعه بيساعدني بشكل كبير جدا. انت يعني بجد زرار اللايك ما بيكهربش، ما بيموتش، حاجه بسيطه جدا انت ممكن تعملها ولكن بتساعدني انا بشكل كبير جدا. كمان يا ريت تعملوا لي فولو على الانستجرام وعلى التيك توك، بقدم هناك فيديوهات هتفيدكم جدا. وبس كده عشان ما اطولش عليكم كتير، يلا نكمل الفيديو. اول حاجه يا جماعه واول فخ انا وقعت فيه، ان انا فاكره ان انا كل ما اذاكر عدد ساعات اكبر يبقى انا كده اجتهدت اكتر، يبقى انا كده درجاتي هتعلى اكتر. وفي الواقع يا جماعه ملهوش اي اساس من الصحه. يعني انا كنت فاكره ساعتها كنت بذاكر لعدد ساعات طويله جدا، بالرغم من ان دماغي اتقفلت ومش بتستقبل اي معلومات، وبذاكر متواصل، كنت بذاكر عدد ساعات كبيره متواصله، فدماغي اصلا خلاص يعني اللي هو كفاياكي، انا مش قادره استحمل معلومات تانية، وانا لا استني بس في لسه في مكان. لكن بعد كده بقوم من على الكتاب بلاقي نفسي ان انا مفيش اي حصيله اصلا، ما جمعتش اي حاجه. ده بسبب ايه؟ بسبب ان انا اصلا قاعده قدام الكتاب، اسمي قاعده قدام الكتاب بس مفيش اي معلومات بتدخل. فمن هنا بقى بدات ان انا احط لنفسي قواعد واشوف ايه اللي المفروض اعمله في الموضوع ده، والمفروض ان انا اذاكر ازاي بشكل صح عشان استوعب معلومات اكتر. اول قاعده عرفتها انك بلاش تذاكر اكتر من 6 ساعات في اليوم، وخصوصا الايام العاديه. يعني احنا مثلا لسه بادئين السنه في نص السنه، بلاش انك تزود عن 6 ساعات. 6 ساعات عدد ساعات كويس جدا، يعني كمان في اول السنه يمكن تبقى 3 ساعات كويسه قوي، ولكن 6 ساعات دي افضل وقت ممكن تذاكره خلال نص السنه واول السنه. بلاش انك تزود عن كده، علشان لو زودت عن كده هتلاقي نفسك في اخر السنه اللي هي اهم فتره
خلاص مش قادر تستوعب ولا تستقبل اي معلومات تاني. وكمان من الحاجات برضو المفروض تاخد بالك منها ان مش بعدد الساعات يا جماعه، يعني بمعنى انك وراك كذا وكذا وكذا وكذا، خلصت الحاجات دي في 3 ساعات اوكي، خلصت الحاجات دي في 4 ساعات اوكي، لكن ما تقعدش بقى لا انا هقعد، انا المفروض اذاكر 6 ساعات في اليوم فانا هقعد بقى ايه اذاكر اي حاجه ولا اعمل اي حاجه لغايه ما تخلص 6 ساعات. لا، هو انت ذاكر اللي المفروض تذاكره وخلاص. القاعده الثانيه بقى انك ال6 ساعات اللي انت هتذاكرهم لازم يكونوا متقسمين على مدار اليوم، بمعنى انك ما تذاكرش 6 ساعات دي كلها مره واحده، قسمها على مدار اليوم. يعني مثلا اكتر وقت بتلاقي نفسك مركز فيه حط فيه مثلا 4 ساعات، وتخلي ساعتين مثلا في باقي اليوم. الثالثه بقى الا وهي ان انا بذاكر بطريقه البومودورو. ليه بقى بستخدم طريقه البومودورو؟ بستخدم الطريقه دي علشان هي دي الطريقه اللي بتشتغل زي شغل دماغنا بالظبط. فانا بذاكر بالطريقه دي علشان اقدر ان انا استقبل اكبر كم من المعلومات واذاكر اكبر عدد ساعات اقدر اذاكره. ايه هي طريقه البومودورو؟ هي طريقه عباره عن مؤقت بتشغله اذا كان على اليوتيوب او انت بتظبطه لوحدك بالموبايل، او تشوف مثلا فيديوهات ستادي وذ مي او ذاكر معي. كل الفيديوهات دي بتبقى شغاله بطريقه البومودورو. اللي انت بتعمله انك بتختار فيديو مثلا او تظبط المؤقت بتاعك لمده 25 دقيقه مذاكره و5 دقائق راحه. وكمان مش كل البومودورو 25 دقيقه مذاكره، في بومودورز ثانيه بتبقى عباره عن 45 دقيقه مذاكره او 50 دقيقه مذاكره. طب وانا امتى استخدم ال25 وامتى استخدم ال45 او ال50؟ استخدم ال25 لما بيكون ورايا ماده لسه هذاكرها لاول مره مثلا، او الماده صعبه فبستخدم 25، ولكن بستخدم 50 و45 لما بكون الماده دي ذاكرتها قبل كده، يعني دي مراجعه بس، او الماده سهله اقدر ان انا اذاكر فيها كم اكبر. فهم دول ال3 قواعد اللي انا ماشيه بيهم خلال الفتره دي. بجد الموضوع ده فرق معايا بشكل كبير جدا، وبدات ان انا اتحسن اكتر واكتر في التحصيل. الحاجه الثانيه بقى اللي انا بعملها هو ان انا لما باجي اذاكر الدرس لاول مره بقعد فيه يعني براحتي، مش براحتي ان انا اقعد فيه يوم ويومين وثلاثه، لا، بقعد فيه يعني مثلا الدرس محتاج ساعه انا هقعد فيه ساعتين، هقعد فيه 3 ساعات. ليه بقعد في الدرس لفتره طويله؟ علشان دايما بحاول ان انا اسهل الدرس ده على قد ما اقدر، علشان لما اذاكره المره الجايه يكون سهل جدا ومراجعته سهله خالص ومش هتاخد مني وقت، وكمان هبقى متذكره معلومات كتير جدا من المذاكره الاولانيه. طب ايه اللي انا بعمله بالظبط علشان اعمل كده؟ اول حاجه ان انا بعمل قصص، اي معلومات اقدر ان انا اعمل بيها قصص بعمل كده. الحاجه الثانيه ان انا بعمل خرائط ذهنيه لو اقدر، يعني لو في مثلا معلومات كده متناثره في الدرس مثلا كتيره ومترابطه مع بعضها، ولكن كل حته في كل جزئيه في حته، فببدا ان انا اعمل خريطه ذهنيه المعلومات دي علشان اقدر ان انا اربط المعلومات على قد ما اقدر. الحاجه الثالثه ان انا بعملها ان انا بعمل كلمات مفتاحيه، ودي كانت اكتر حاجه حرفيا كنت بعملها في ماده التاريخ والمواد الحفظ. ان انا مثلا بيكون الاسباب الحروب 1 2 3 4 5 6 7 8 بقى الى لغايه بقى ما تخلص الاسباب او تخلص النتائج، كنت دايما باخد اول حرف من كل جمله وابدا ان انا اعمل كلمه، الكلمه دي ببقى عارفه خلاص حرب كذا اسبابها الكلمه المعينه، بحيث ان انا اول ما اكون في الامتحان يقول لي ما اسباب حرب كذا، او في اي حاجه يعني مش لازم ماده التاريخ بس، في اي ماده من المواد بقدر اعمل كده بعمل. فاول ما يقول لي ما اسباب حرب كذا خلاص يبقى انا عارفه ان دي الكلمه دي كذا، حرب كذا كلمتها كذا. ابدا بقى ايه افرع كل حرف بالسبب بتاعه. الحاجه الرابعه اللي بعملها انا بعمل تلخيص. التلخيص ده بدات ان انا اعمله في الكليه، يمكن لما كنت في اعدادي وثانوي الموضوع كان ابسط من كده، لان كان بيبقى في كتب خارجيه، والكتب الخارجيه عامله لكم تلخيص ومظبطه لكم الدنيا كلها. في الكليه بيبقى في ربط كتير في المناهج وحشو ملوش اي 60 لازمه، فكل اللي انا كنت بعمله ان انا كنت بحاول ان انا اعمل تلخيصات على قد ما اقدر للمنهج. المعلومه الثالثه بقى واللي لازم تعملوه كده بجد هو انكم لازم تراجعوا كل فتره، وخصوصا على المواد الحفظ والمواد الفهم لازم تحلوا عليها كل فتره. قبل كده عملوا تجربه وجابوا مجموعتين من الشباب، والمجموعتين هيذاكروا نفس عدد الساعات ونفس كميه المنهج، ولكن اول مجموعه هتذاكر لمده 6 ساعات في يوم، والمجموعه الثانيه هتذاكر لمده 6 ساعات ولكن 3 ساعات الاسبوع ده و3 ساعات الاسبوع اللي جاي. وبعد نهايه الفتره اللي كل مجموعه المفروض تخلص فيها ادوهم الامتحانات، وبداوا ان هم يشوفوا النتائج بتاعه المجموعتين، ولقيوا ان المجموعه اللي ذاكرت 6 ساعات على مدار اسبوع 3 ساعات و3 ساعات جابوا درجات اعلى من الناس التانية اللي ذاكروا بس في يوم واحد ال6 ساعات. وده معناه ايه؟ ده معناه ان دايما علشان تثبت المعلومات فانت محتاج انك تراجع لكل فتره، لان احنا دماغنا طبيعي جدا بينسى بسبب كثره المعلومات وبسبب كثره المدخلات اللي بتدخل للدماغ. فبالتالي الدماغ علشان يقدر ان هو يخزن المعلومات الجديده فبيفلتر المعلومات القديمه علشان يقدر يخزن المعلومات الجديده. فعلشان تقدر تثبت المعلومات لاطول فتره ممكنه فلازم يبقى كل فتره في مراجعه على القديم، وكل ما تذاكر حاجه جديده تعمل مراجعه بسيطه على اللي فات. وعلشان تراجع الحاجات القديمه انت عندك 3 طرق، يا اما تراجع الدرس بالدرس كده تجيب الدرس وتراجعه مره ثانيه،
يا اما تراجع الحاجات الملخصات اللي انت كنت كاتبها من المره الاولانيه مذاكره، وده الصراحه الحاجه اللي انا كنت بعملها وكنت بفضلها دايما. والحاجه الثالثه لو ما عندكش وقت خالص انك تراجع على الحاجات القديمه، على الاقل حل سؤال على الدروس اللي فاتت كل فتره، علشان كل ما هتأجل اكتر واكتر المراجعه كل ما دماغك بيفضل يفقد معلومات يفقد معلومات يفقد معلومات لغايه ما هتلاقي نفسك مش فاكر اي حاجه خالص. الحاجه الثانيه بقى واللي لاحظت انها فرقت معايا بشكل كبير جدا الصراحه، هي ان انا كنت مثلا لما اكون في الاجازه بكون مقضيه الاجازه كلها في تضييع وقت، قاعده على السوشيال ميديا، افلام، مسلسلات، حاجات ملهاش اي لازمه، خروجات، يعني كنت بعمل حاجات خالص ملهاش اي 60 لازمه. فلما كنت برجع للدراسه كنت بلاقي ان دماغي اصلا مش قادر ان هو يستقبل اي معلومات، يعني ما كنتش بستعد للدراسه، ما كانش عندي حاجه اسمها الاستعداد للدراسه. بدات ان انا اتعلم بقى من الموضوع ده واحسن من نفسي اكتر. فقلت دايما ان انا مش معنى ان انا في اجازه يبقى الاجازه دي بس للاستمتاع بس وما اعملش فيها اي حاجه تانية غير، ولكن مش معنى كده طبعا انك تروح تذاكر لي في الاجازه، لا طبعا مش كده، ولكن يبقى في نشاطات بتتعمل بتقدر انها تفتح الدماغ. بدات ان انا بقى استغل الاجازه بتاعتي ان انا اعمل حاجات مفيده. فلما كنت بدخل الدراسه كان بيبقى مخي مهيئ ان هو يستقبل معلومات عادي. وده بقى ياخدنا لموضوع تاني مهم جدا، الا وهو العادات الصحيه. والعادات الصحيه دي انا عرفتها من كتاب العادات الذريه، الكتاب ده حلو جدا لو عايزين تقروه. بدات ان انا اعرف ان العادات الصحيه اللي هتعملها خلال يومك هيبقى ليها تاثير كبير جدا على انتاجيتك خلال اليوم. مش هتبقى كسلان، مش هتبقى مش قادر انك تذاكر، هتبقى جسمك مرتاح ومش حاسس بالكسل. حاول على قد ما تقدر انك كل شويه تضيف عاده صحيه، كل شهر تضيف عاده صحيه معينه، اذا كان النوم بدري او الصحيان بدري، اذا كان لعب الرياضه، اذا كان القرايه. كل الحاجات دي هتفتح من دماغك اكتر وهتلاقي نفسك انك بدات تتحسن اكتر. وبلاش انك تقول ما عنديش وقت ان انا العب رياضه، ما عنديش وقت ان انا اقرا، لان الحاجات دي اصلا هي اللي هتساعدك انك يبقى عندك وقت وانك ما تبقاش كسلان وانك تذاكر كميه اكبر في عدد ساعات اقل. فحاول دايما انك تعمل. اخر نصيحه بقى يا جماعه واهم نصيحه، وطبعا النصيحه دي مش هياخدوها غير الناس الغاليين اللي مكملين الفيديو للاخر، فلو انت مكمل الفيديو لغايه الاخر يا ريت تكتب لي تحت في التعليقات. النصيحه دي الا وهي ما تقارنش نفسك بحد. انت ما تعرفش ظروف الناس دي ايه، يعني في بنات كتير جدا ييجوا يقولوا لكم انا مش مذاكره. انا بتكلم على بنات لان انا اعرف البنات، بصراحه مش عارفه الولاد بيعملوا كده ولا لا، اكتبوا لنا تحت في التعليقات لو بتعملوا زي ما احنا بنعمل. ولكن بنات كتير جدا تيجي تقابل صحابها وتقول لهم يا جماعه انا ما ذاكرتش، انا متضايقه، انا مش قادره اذاكر، انا مش عارفه اذاكر، ما ذاكرتش غير ساعه واحده امبارح. ولكن هي كانت اصلا قاعده في البيت وعماله تدح مذاكره. فانت طبعا علشان مش عارفه الحقيقه، فلما تيجي تشوفي النتيجه بتاعتها تلاقيها جايبه درجات عاليه، فتيجي تبص لها انت جايبه الدرجات العاليه دي من فين؟ انت مش بتقولي انك ما كنتيش بتذاكري؟ هتبدا بقى تحس اللي هو طب انا ليه بقى انا بذاكر عدد ساعات كبير وما بجيبش نفس الدرجات اللي هي بتجيبها؟ فاول حاجه يا جماعه ما تقارنوش نفسكم بحد، لانكم ما تعرفوش الشخص اللي قدامكم ده اصلا عمل ايه. انتوا مش قاعدين معاه في البيت ولا حاطين له كاميرات مراقبه علشان تعرفي هي ذاكرت ساعه ولا ساعتين ولا 3 ساعات. الحاجه الثانيه بقى ما تقارنوش نفسكم بحد، علشان انتوا مش زي بعض، قدراتك مش زي قدراتها. هي بتقدر تذاكر ساعتين وبتجيب درجات عاليه، بتقدر تذاكر ليله الامتحان وبتجيب درجات عاليه، انت ما بتقدريش تعملي كده. فمش معنى كده ان انت وحشه وهي حلوه، او مش معنى كده ان هي ذكيه وانت غبيه، لا، تقدري انك تطوري من نفسك وتركزي على نفسك علشان تبقي احسن. فدايما تركزوا يا جماعه على نفسكم وما تركزوش على اللي حواليكم بيعملوا ايه. فدايما يا جماعه ما تقارنوش نفسكم بحد، لان ربنا مقسم كل حاجه علينا بالتساوي، ولكن عليك انت اللي تسعى في الحاجه اللي ناقصاك علشان تكملها. وكمان المقارنه السيئه اللي هي مش بتخليك تحسن من نفسك، لا تخليك تحقد على الاخرين ومش عارف انت تعمل ايه ولا تروح من فين ولا تبدا منين. دي المقارنه دي بجد هتخليك دايما في النازل، دايما كده عمال تقطع في نفسك ومتغاظ، ودايما هتكون في النازل واسوأ لاسوأ لاسوأ، اذا كان في الدراسه او اذا كان في اي حاجه تانية في الحياه. ودايما تحط كده في دماغك انا بتاعت امبارح غير انا بتاعت النهارده غير انا بتاعت السنه اللي جايه. دايما لازم يكون في تغير وتحسن في شخصيتك. بس كده يكون خلص الفيديو. انا قلت كده في الفيديو ده كل حاجه بجد اثرت معايا بشكل كويس جدا وخلتني ان انا احسن من نفسي واحسن من درجاتي في كل حاجه متعلقه بالحياه، مش بس دراسه. بدات ان انا اركز على نفسي، بدات ان انا احسن واطور من نفسي اكتر بعد ما بدات ان انا اتبع الحاجات دي. بس كده يكون خلص الفيديو. لو عايزين فيديوهات زي كده كتير او عندكم اي فيديو معين عايزينه تقدروا انكم تكتبوه تحت في التعليقات وتعملوا سبسكرايب علشان تشوفوا الفيديوهات اللي جايه لكم. وكمان يا ريت تعملوا لي لايك زي ما قلت لكم، ده بيشجعني بشكل كبير جدا. وروحوا اعملوا لي فولو على الانستجرام وعلى تيك توك، هناك بقدم فيديوهات بجد هتفيدكم بشكل كبير جدا. وبس كده علشان ما اطولش عليكم كتير، اشوفكم في فيديو جديد ونصيحه جديده. سلام. Yeah.